على المباشر من ورقلة. سفيان، أليس كذلك؟ صباح الخير. صباح الخير زميلي عبدون، صباح الخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم حيثما وجدتم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا إلى هذه الصبيحة المباشرة من محطة ورقلة الجهوية للتلفزة للحديث عن الأسبوع الثاني عشر التي نظمته الجمعية الثقافية سعيد عتبة، والذي ضم نشاطات كثيرة ومتنوعة نحاول أن نتعرف عليها من خلال استضافتنا للسيد عبد القادر بنتاج رئيس الجمعية الثقافية سعيد عتبة. مرحبا بك سيدي. مرحبا إن شاء الله. كما يحضر معنا نائب رئيس الجمعية بخديجة عبد القادر، السيد بخديجة عبد القادر، مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذن قبل أن نتطرق بالتفصيل إلى أهم المحاور والنشاطات والفعاليات التي تطرقت إليها هذه التظاهرة، لا بأس أن نشاهد أجواء افتتاحها وأهم ما جاء في أيامها الأولى من خلال التقرير الذي أعده الزميل حمزة ملوح. نشاهد. فانتازيا افتتحت فعاليات الأيام الثقافية الثانية عشر للجمعية الثقافية بحي سعيد عتبة بورقلة. الأسبوع الثقافي تتخلله نشاطات متنوعة هدفها ترقية مواهب وإبداعات الشباب. الحقيقة هذه الأيام شعارها أصالة استمرار التواصل، هذه يعني من باب أننا نحيي النشاطات القديمة الخاصة بهذا الحي العريق، نشاط نسوي، نشاط خاص بالشباب، نشاط خاص بالطفولة. مكتبة زاخرة وثرية تضم أكثر من 4000 نسخة في مختلف المجالات، متاحة للشباب الشغوف بحب المطالعة، إلى جانب معرض يضم صورا لأهم المعارك التي خاضها شهداء المنطقة إبان الحقبة الاستعمارية. المعرض يهدف إلى نشر روح المواطنة وترسيخ القيم الوطنية. كوني كشاب من منطقة نشكر المبادرة التي قامت بها الجمعية الثقافية سعيد عتبة بورقلة، لأنه شملت كل المجالات بما فيها الفئات العمرية. نشاطات ترفيهية أخرى نظمت كسباق العدو الريفي في مختلف الفئات. الأيام الثقافية تتواصل على مدار الأسبوع، فكونوا في الموعد. إن شاء الله سنكون في الموعد. إذن السيد عبد القادر بنتاج، أولا نتعرف على هذه الجمعية، يعني متى تأسست وما هي أهم أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صلى الله عليه وسلم. الجمعية الثقافية سعيد عتبة يعني كانت فكرة فئة من الشباب. تأسست الجمعية في 6 جوان 97، وتم اعتمادها الرسمي في 20 فبراير 99. وهذه الجمعية عندما تأسست يعني وضعت لها أهداف، والأهداف أساسية، ومن بين الأهداف الأساسية نشر روح المواطنة وترسيخ القيم الوطنية والدينية. الهدف الثاني هو تنشيط العمل الثقافي. الهدف الثالث إقامة النشاطات التوعوية بمختلف أنواعها. ترقية النشاطات التربوية الهادفة للمرأة والطفل. تشجيع الطاقات الشبانية في المجالين العلمي والثقافي. هذه كأهداف أساسية. هذه الخطوط العريضة لأهم أهداف الجمعية. لو نتحدث ميدانيا سيد بخديجة عبد القادر يعني عن الأسبوع الثاني عشر، يعني هناك 11 طبعة قبل هذه الطبعة، كيف جاءتكم الفكرة لتنظيم هذه الأيام الثقافية في هذه المرحلة من السنة بالذات؟ اولا نحن من خلال تاسيس الجمعيه الثقافيه كما قال الاخ عبد القادر يوم 20 الاعتماد الرسمي اللي هو 20 فبراير 1999، من بعد انه لازم يكون عندك فضاء تعرف به الأنشطة